لو لقيتي طفلك بيهرش جامد ولقيتي حشرايه قد حجم السمسميه وقشرايه لازقه بقوه ومش بتنزل بين الشعرايه بسهوله، فده للاسف الامل والثعبان. تعالي اقول لك في فيديو النهارده ازاي تتخلصي منهم. اولا ما تخافيش وما تتوتريش، بس لازم ناخد خطوات سريعه، وده لان الاملايه الواحده بتبيض حوالي 20 بيضه، وخلال 6 او 9 ايام بيبتدي البيض ده يفقس. فتخيلي العدد في الاسبوع الواحد هيكون عامل ازاي. ويلا بينا اقول لك تتعاملي ازاي. اولا في حاجات طبيعيه هتعمليها وفي حاجات هتجيبيها من الصيدليه. الحاجات الطبيعيه اللي هتعمليها في البيت هتجيبي زيت تقيل سواء زيت ينسون او اي زيت نباتي عندك، وتبتدي تدهني فروه راس طفلك وتلبسيه البونيه 24 ساعه. وبعد ال 24 ساعه هنغسل الفروه ونجيب مشط فلايه ونبتدي ننزل الحشرات. بس كده اتخلصنا من الامن، وللاسف ما تخلصناش من الثعبان. علشان تتخلصي من الثعبان هتجيبي كوبايه ميه دافيه عليها معلقتين كبار من الخل، وتدهني بيهم فروه الراس من ساعتين ل5 ساعات. وبعد كده تجيبي برده مشط الفلايه، وبكده نكون اتخلصنا من الثعبان. حركه الزيت لمده 24 ساعه دي خلقت الحشرات اللي موجوده في قلب الراس، والخل خلى الثعبان اللي مش بينزل بسهوله يبتدي يفك من على الشعرايه. وكمان حاجه مهمه لازم تاخدي بالك منها، اي حاجه الطفل بيستخدمها سواء المشاط او الفوط لازم تعقميها، والحاجه اللي ينفع تتحط في درجه حراره عاليه اعملي كده. ومن ضمن الحاجات الطبيعيه اللي تقدري تعمليها وتخلصك من حشرات الراس كوقايه وكعلاج، ان انت تحطي على الشامبو بتاع الطفل قطرات من زيت جوز الهند او زيت شجره الشاي، وهاتي ازازه بخاخ فيها ميه وحطي عليها 10 نقط من زيت اللافندر و10 نقط من زيت شجره الشاي. كده تقدري تكوني عملتي حاجه وقائيه تقدري تستخدميها على مدار اليوم. مش بس كده، كمان ريحتها حلوه. اما الحاجات اللي هتجيبيها من الصيدليه فهتكون الحاجات دي. وبكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير.